نتحدث عن جالما فإننا نستحضر مدينة ضحت بالغالي والنفيس، مدينة صاغت تاريخها بدماء أبنائها الأبطال، ورفعت راية الجزائر عاليا في أحلك الظروف. هذه الأرض الطاهرة لم تكن يوما إلا معقلا للثوار، فمن أحداث 8 ماي سنة 1945 التي كانت صرخة غضب في وجه الاستعمار، إلى معارك التحرير الكبرى التي هزت أركان الاحتلال الفرنسي، كانت جالما دائما في قلب المقاومة، منجبة رجال عظماء على رأسهم الرئيس الراحل هواري بومدين، وأبطال لم ينالوا حقهم من العرفان رغم تضحياتهم الجليلة. في قلب هذه الملحمة البطولية نقف اليوم أمام قصة الشهيد المنسي على الأرض ولكن ذو المكانة العظيمة عند الله، العقون عبد الحميد المدعو أحمد صغير، شاب لم يرضى بالذل ولم يسكت عن الظلم، ففأر في وجه الاحتلال وقدم حياته فداء للجزائر. كان ابن جالما البار، ابن المنطقة التاريخية الثانية الشمال القسنطيني التي دوت فيها صيحات الحرية، والتي كانت دوما شوكة في حلق الاستعمار الفرنسي. قصتنا اليوم ليست مجرد سرد لتاريخ نضالي، بل هي استحضار لروح مقاومة متجدرة، لبطولة لا تعرف الخضوع، ولتضحيات جسام لم تزل حاضرة في وجدان الوطن. سنروي سيرة هذا البطل المغوار الذي صمد في السجون وعذب في المعتقلات وبقي مرفوع الرأس حتى لحظة استشهاده، كيف واجه العدو وكيف ضرب أروع الأمثلة في الإخلاص لوطنه. هذا ما سنتعرف عليه في قصة المجاهد الشهيد العقول عبد الحميد المدعو أحمد الصغير، أحد صانعي مجد الجزائر. ولد المجاهد عبد الحميد المدعو أحمد الصغير في 16 ديسمبر من سنة 1927 بجالما. نشأ في عائلة محافظة، وتلقى تعليمه الابتدائي بالمدرسة الفرنسية، حيث أظهر تفوقا ملحوظا في دراسته. لم يكمل دراسته بل انخرط في الحياة المهنية، وسافر إلى الجزائر العاصمة بحثا عن العمل. في عام 1945 شهد المجازر الدامية في الشمال القسنطيني التي ارتكبتها قوات الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين، مما زاد من عزيمته على النضال ضد المستعمر، حيث شارك في مظاهرات 8 ماي بجالما، فألقي القبض عليه وسجن في سجن القدية بقسنطينة، وكان عمره لا يتجاوز 19 سنة، حيث عانى من ظروف قاسية. خلال فترة سجنه تحملت والدته مشقة السفر بمسافة 120 كيلومتر، وزارته مرتين، مرة على متن القطار والمرة الثانية على ظهر بغل. كانت تلك الزيارة محملة بالمشاعر المؤثرة. خلال فترة اعتقاله سلطت عليه أبشع أنواع التعذيب التي لا تطاق لمدة 11 شهرا. مع اندلاع ثورة التحرير المباركة في 1 نوفمبر 1954 التحق عبد الحميد بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956 في المنطقة الثالثة للولاية الثانية التاريخية بالشمال القسنطيني، حيث كان من بين أوائل الشباب الذين لبوا نداء الوطن. شارك في العديد من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الفرنسي، وكان له دور بارز في التخطيط والتنفيذ. وبسبب شجاعته ونشاطه المكثف أصبح هدفا للقوات الفرنسية التي سعت إلى إلقاء القبض عليه. قاد الشهيد العديد من المعارك البطولية، ملحقا خسائر فادحة بجنود الاحتلال. وفي سنة 1956 وبعد وشاية وقع في قبضة قوات الاحتلال الفرنسي مع 3 من رفاقه في منطقة بن مزلين. نقلوا في البداية إلى منطقة الخزارة التي كانت معروفة كمحطة لاحتجاز المجاهدين
قبل نقلهم إلى مركز التعذيب بقرية شرفة أحمد في بلدية بومهرة، والمعروف باسم بلاد غفار، والذي كان يعرف بالمركز الجهنمي للتعذيب. وفقا لشهود عيان، كان المعتقلون يكبلون بالأصفاد ويجرون بالأحصنة بكل همجية. مكث الشهيد في ذلك المركز لمدة شهر كامل، خاضعا لأبشع أنواع التعذيب على يد جنود الاحتلال، في محاولة لانتزاع معلومات عن زملائه المجاهدين وتحركات جيش التحرير الوطني بالمنطقة. ورغم كل الألم والمعاناة بقي صامدا ورفض الاستسلام أو البوح بأي سر. خلال فترة اعتقاله سمح لشقيقه بزيارته، فوجده في حالة يرثى لها مكبلا ومعلقا في زنزانته، فطلب منه ألا يخبر والدته بحاله خشية من أن يؤلمها الخبر. ولتغطية فرنسا على جريمتها الشنيعة في حق هذا البطل الباسل المغوار، أخذته بعيدا عن الأعين وقتلته رميا بالرصاص في 5 أوت من سنة 1960، وتركوه ليجده الناس مرميا على ذلك الحال. كيف نفيك حقك وأنت الذي قدمت روحك فداء للوطن؟ كيف نوفيك جزاء تضحياتك وأنت الذي تحملت أفظع ألوان العذاب ولم تبح بسر ولم تتراجع عن عهد قطعته للجزائر؟ شكرا لك لأنك كنت رمزا للصمود والشجاعة، لأنك واجهت الاستعمار بصدرك العالي، لأنك آمنت بأن الحرية تستحق كل تضحية. شكرا لك لأن دماءك الطاهرة روت أرض الوطن فأنبتت الاستقلال والكرامة. لن ننساك أبدا، ستظل ذكراك خالدة في قلوبنا، وستبقى تضحياتك منارة للأجيال القادمة. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر.